طيب الباك فاير او فرقعة الجاكمان او في قول اخر الامباليه. النهارده اعلمك ازاي تعمل باك فاير في موتوسيكلك او في عربيتك بطريقه سهله وبسيطه ومكونات موجوده في كل بيت مصري. بس قبل اي شيء ما تنساش تحط لايكه وتشترك، تعملي فولو قصدي وتعمل شير عشان الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس. تمام. بصوا يا جماعه، معانا الجاكمان او الاكزوست التو برازر بتاعنا دوت. حلو. قبل ما اعرفك الباك فاير بيتعمل ازاي لازم اشرح لك الاول بيتم ازاي عشان تبقى عارف اضراره على الموتور بتاعك. دلوقتي احنا عندنا الجاكمان دوت طول ما انت ماشي عمال يدي باكات. حلو كده. الباكات دي ايه مصدرها؟ مصدرها نار، اشتعال. تمام. طب الاشتعال ده جاي منين؟ نتيجه احتراق ايه؟ بنزين، صح كده؟ طب البنزين ده موجود فين؟ في التانك. طب ايه يا سولو اللي جاب البنزين من التانك للعلبه بتاعتي ديت؟ مش البنزين دوت المفروض بيبقى في الموتور؟ صح كده. يبقى انت كده ايه ماشيين الموضوع واحده واحده. طيب البنزين اللي في الموتور دوت المفروض ان هو يبقى معاه هواء وبيتخبز في ضغط معين وبعد كده بيحصل فيه اشتعال. بس مواتير البنزين ما بتعملش اشتعال او ما بتعملش كومبريشن ريشيو او ما بتعملش كبس بنسبه 100%. الكبس بتاعها بيبقى محدود عشان خاطر المواتير دي ليها قطره معينه، والا ما كانش حد يعدل ويحط تربو عشان يزود نسبه الاكسجين اللي في الهواء، او يحط اكزوست او يحط ايثانول عشان يعلي نسبه الكومبريشن ريشيو او الكبس بتاع الموتور. حلو. فناتج كده لما الموتور بتاعك بيبقى ستوك كده بيطلع نسبه من الشحنه ديت في العادم، فبتحترق مع الجاكمان. اذا الباك فاير ملوش علاقه بالجاكمان نفسه، دي علاقه بالموتور ونسبه الكبس اللي فيه، ان هو بيطلع جزء من الشحنه مع العادم فبتتحرق في الجاكمان. حلو كده. يبقى معنى كده ان الباك فاير ملهاش علاقه بالجاكمان. انت ممكن بالعلبه الستوك بتاعتك تشيل منها علبه البيئه اللي بتمنع الباك فاير وهتلاقي النار طلعت عادي. لو اكزوست تعديل شبه دوت ما بيفرقش قوي، بس بيفرق في الصوت عشان الفتحه بتاعته زي ما الجاكمان بتبقى اكبر شويه فالصوت بيبقى بوم، عكس العلبه الستوك بتبقى فس كده. فاهمني؟ عيب الباك فاير ان انت بتحرق جامد على الموتور. حلو. وما بتشيل ايدك بيبقى في الراجع، لان الموتور ساعتها بيهدى والجاكمان لسه مولع، الجاكمان بياخد بقى باقي الشحنه دوت ويروح جاي مولعه. فعيبه ان انت بتحرق على الموتور وده غلط. فالحل الامثل ان انت لو عايز تحط مثلا بوجيه عشان يحرقه ممكن في جهاز بيعمل صوت الباك فاير، فدي بدائل احسن. يبقى كده خلاصه الفيديو. الباك فاير تشيل علبه البيئه او تجيب اكزوست جديد ما فيهوش علبه بيئه اصلا، او تحط بوجيه في الجاكمان، او تجيب الجهاز اللي بيعمل صوت الباك فاير. واهم حاجه حافظوا على مواتيركم.